عقارة شلون تقيم العقار؟ بتقول والله المنطقة الفلانية معروف سعر مترها، خلينا نتكلم عن الشقق الآن. تقول والله المنطقة الفلانية سعر المتر كذا. طيب إذا مثلا عندك أكثر من عقار، 5 عقارات مثلا انباعوا فعليا بمبالغ حقيقية، مو بكلام وسوالف سمسرة وكلام فاضي. طيب شلون تعرف متوسط القيمة لهذول الشقق؟ يعني على أساس ما يجيك السعر أعلى، ما حد يضحك عليك. بكل بساطة تشوف الشقة الأولى كم انباعت، تجمعها مع الشقة الثانية كم انباعت، والثالثة كم انباعت، والرابعة كم انباعت، والخامسة كم انباعت، مجموعهم تقسمهم على عدد الشقق، يطلع لك المتوسط. هذا المتوسط هو الرنج، يطلع شوي ينزل شوي، لكن ما يكون في فارق كبير. ترى هذه قاعدة معروفة لكل العقاريين، تقييم العقار سواء شقة أو غيرها، مجموع عدد المبيعات عدد الوحدات تقسمهم على عددهم، يطلع لك متوسط قيمة العقار. هل تنطبق على كل العقارات؟ لا طال عمرك، في عقارات ما تشملها. شلون؟ نفس الموقع، والعقار يعتمد على الموقع وعلى المساحة. إذا أنت طبعا ضبطت شارع واحد اللي هو موقع واحد ومساحات متقاربة نفس المساحات، صح ولا لا؟ لا طال عمرك، في شيء اسمه هاي كواليتي ستاندر، يعني ستاندر بكواليتي عالي، مو بستاندر، لا هاي كواليتي ستاندر، يعني شيء فاخر. هذا ما يعتمد على التقييم اللي مثل هذا، ما يدخل معاهم، لأن سعره راح يكون مثلا هذول الأسعار 3-4 تلاقي سعره فوق. فهمت؟ فهذا النوع مطلوب لفخامته ولجودته العالية في المواد الإنشائية والتشطيبية، وباللمسة وبالفكرة. تحت مول يفرق، شارعك مثلا أوسع من الشارع اللي جنبه، معنى جنبه إطلالته، الناس يسمون الكوميونتي، الناس اللي يسمونهم الكوميونتي، المجتمع اللي ساكن في هذه العمارة أو في هذا المنتجع أو في هذه الكومباوند، يفرق تماما عن اللي لازق فيه. يمكن مقدمين خدمة أكثر، لأن إذا كان هذا العقار نفس هذا العقار وبنفس الموقع ونفس المساحة وجودته أكثر، لا وعنده خدمة وموفر لك خدمة في حراسة، في أمن، في اهتمام، في نظافة، هذا ترى ممكن يطلع بالسعر للأعلى. وهذا للكثير مع الأسف يجهل، يقول معود شقتك هذا بهالسعر، ترى اللي جنبها كذا واللي وراها كذا، ما تسوى. فهذا طاق رصيف ما يفهم شيء ولا يفقه شيء. وهذا مو بس لك أنت لما تشتريها، هذا حتى فيما بعد لما تبيعها. في أسماء شركات رنانة عربية تدري أن هذه عقاراتها جنبها، لكن هي أغلب واجد من اللي جنبها، وتلاقيها تشبهها بكل شيء، حتى بعضهم بالخدمات، بس بعد ما كون اسم صار الناس اللي تشتري منهم من الطبقة الراقية فما يبيعون. وحتى في مطورين، في واحد معروف في مصر عقاراته أغلى عقارات لأنه هو صاحب المشروع. وضحت الفكرة. هذه كانت مقدمة. جهز نفسكم الحين ونقول بسم الله ونشرح غدير النخيل بالتفصيل. وبالمناسبة ترى بغير اسمه لأن الاسم ما جاز لي صراحة. بكل اختصار، بحاول اختصر عشان ما اطول عليك. فكرة غدير النخيل منتجع راقي جدا، فيه 150 شقة و32 محل تجاري ومدرسة خاصة ومبنى تجاري إداري الحالة، ومع مساحات خضراء وكلاب هاوس فوق المباني. المباني متلاصقة، يعني في كل دور طبعا يكون في شقة، وفي عندك اطلالات على مساحات خضراء، وشيء راقي من الداخل ومن الخارج والكامباوند نفسه. هذه فكرة غدير النخيل. والموقع موقع سياحي جدا. فكرة مراكش إقبال السياح عليها كبير، والسياح ينقسمون إلى أقسام كثيرة، أغلبهم أجانب ومن أوروبا وغيرها، غير العرب، يحبون الأماكن البعيدة عن وسط المدينة، وهذه الناس قليل اللي يفهم هذا الشيء، ويشتروا في مبالغ خرافية. وتلقى مثل ما قلنا القاعدة، مبنى جنب مبنى، هذا رخيص جدا وهذا غالي جدا، تلاقي الرخيص ما ينباع والغالي ينباع. القاعدة اللي تكلمنا فيها قبل شوي. إذا غدير النخيل 150 شقة، 32 محل، ممتاز، هاي ستاندر كواليتي عالي، شيء ممتاز. اتفقنا على هذه النقطة؟ انزين، شوف اللي صار.
بداية مشروع غدير النخيل كانت فكرة، والفكرة طبعا بعد ما شرينا الأرض وحطيناها فيها 3 مراحل، فيها أرض، أرضين، 3 أراضي. طبعا واجهنا مشاكل لأننا بنخلي الأرض سياحية. ليش سياحية؟ النظام السياحي في مدينة مراكش أو بالمغرب بشكل عام يسمح لك أنك أنت تأجر والدولة تأخذ منك ضريبة. إذا ما كانت سياحية فما تقدر تأجر، فما تقدر تدخل في مجال الضريبة مثل نظام الفنادق يعني. فهذا كان القتال اللي أخرنا، واللي الناس تخوفت من التأخير. ليش ما بديت، وليش ما اشتغلت، وليش ما يدرون أن المبنى الواحد ينبني بشهرين يتشطب، لأن المبنى أصلا مساحته 120 متر، فعبارة عن المبنى هو أرضي وأول وثاني ينبني بشهرين متشطب، لكن متى لاصقات. فجايك مبنى كبير ممتاز مثل أم أفينيو اللي تعرفونه، مجمع كريستيان. طيب حطينا إعلان مغري جدا. طبعا قبل ما أقول لكم الإعلان ومن اللي شرى، عندنا في البداية كان عرضين: عرض الشقة ما أقول صغيرة، متوسطة واللي أكبر منها. الصغيرة حطيتها ب16,000 دينار وبالأقساط، ومقدم 6,000 دينار، وعلى مدار 2 انتهى المشروع. العرض الثاني كان 30,000 دينار أكبر منها، وتدفع نصف المبلغ والباقي أقساط. تدري تقييم الشقة الصغيرة أم 16,000 اللي بعتها لعدد معين من العملاء كم؟ السناب الجاية. يعني يا طويل العمر والسلامة، الشقتين اللي واحدة ب16,000 والثانية ب30,000. السعر التقييم الحقيقي اللي أنا بعت منهم 27 شقة وباقي تقريبا 14 معرض بدخله عقاري، السعر أم 16,000 ب45,000 دينار، سعر أم 30 ب60,000 دينار كويتي. فهمت الفرق؟ هذا السعر اللي تم بيعه على الأجانب في المعارض 2 اللي دخلناها، اللي باقي أكثر من 10 معارض ما دخلناها لحد الآن عشان نبيع كم؟ المتبقي من 150 شقة. طيب من اللي شرى أصلا معانا في غدير النخيل، اللي العرض الأول ب16 والعرض الثاني اللي هو ب30؟ منو؟ ناس نصهم ما قاموا يدفعون أقساط بحجة إن ما بنيتوا لحد الآن. طيب موجود في عقودكم، أنا أخاطب ناس اللي شروا، بند في حالة فسخ العقد أو في حالة عدم اكتمال أو في حالة عدم دفع الأقساط، يتم فسخ العقد ويتم خصم 30% من قيمة العقد. وبعد أنت بتفسخه من نفسك عليك خصم 30%. يعني أنت خسران من كل النواحي. يلي وقفت دفع أقساط وأنا ما تكلمت ولا فسخت ولا عقد ولا قلت لكم ولا شيء. حلو الكلام؟ حلو الكلام. شوف الحين ايش بسوي. اللي راح اسويه يا طويل العمر والسلامة، اقول لك تعالي اللي شريت ب16 وتعالي اللي شريت ب30، اقساطكم تدفعون ملتزمين، تستاهلون كل خير وعسى الله يوفقكم ان شاء الله. تعالي الجزء اللي شريته وما دفعتوا اقساطكم بحجة انكم ما انتم مقتنعين، بحجة انكم شفتوا تأخير. مع التأخير بتكلم عليه بعد شوي. اقول لك تعال، بدل ما افسخ عقدك، لان موعدك باقي له 7 شهور، ترى ب7 شهور راح اكيد باذن الله تعالى راح نسلم المرحله الاولى. لكن ايا كانت حجتك ما راح افسخ عقدك واخصم عليك 30%. ما يهون علي اني اضر اي احد يتابعني او معي. مبدا حسن الظن، بقول لك تعال عقاراتك هذه انا ببيعها، بس ما لك الا فلوسك اللي دفعتها، بس ما ينقص منها دينار. حلو الحكي؟ حلو الحكي. ليش يا ابو سلطان؟ يا اخي انت ما تبي تدفع، خلاص. فعندك حلين: يا تقول يا ابو سلطان بيع لي اياها، راح ابيعها لغيرك وانا راح استفيد، واللي راح يشتريها راح يستفيد، وانت تاخذ فلوسك وتتوكل على الله. حلو الحكي؟ حلو الحكي. زين، شلون الناس تشتريها؟ اعرضها لكم الان، انتم تشترونها منهم بنفس القيمة وتكملون اقساطها، والمعارض الجاية اذا غطت العقارات اللي عندي، وانا متوقع وكل الشركات التسويقيه اللي تعاقدت معها متوقع يبيع اكثر من العدد، راح يكون طلب اكثر من العدد، راح نبيع لك العقارات هذه بسعر المعرض. يعني ام 16 راح تكون سعرها 45,000 دينار كويتي، وام 30,000 راح يكون سعرها 60,000 دينار كويتي. اذا بعنا الشقق اللي انت شريتها الان حلال عليك المبلغ. بمعنى شنو؟ انت شريت شقه ب30,000، بعناها في المعرض ب60، راح اخذ عليك نسبة بيع، نسبة بسيطة، والباقي تاخذ فلوسك وتاخذ باقي 60,000 دينار.
ما أبي أكثر ولا أشرح ولا أطول بالموضوع. اللي يبي يشتري ويستفيد دبل الفلوس اللي يشتري فيها الآن، الرقم عندكم في البايو، اضغط على اسمي يطلع لك البايو، في رقم تواصل معه واتساب، قل له أبي أشتري الشقق اللي أصحابها ما يبون يدفعون أقساطها، وعد ومستعد أكتب لك إياها بالعقد أن ربحك خلال أقل من 2 الدبل، وإذا ما صارت أنا أخذ على نفسي غرامة 20% ورجع لك رأس مالك. أكثر من كذي ما فيه. حلوين حلوين. باقي نقطة بس بسيطة عشان ما أطول الموضوع، اللي هو التأخير في المشاريع الإنشائية والتحت الإنشاء. أكبر شركات الوطن العربي والشرق الأوسط، طبعا كثرهم، لكن التوب 5 مشروع لهم الآن في مصر متأخر 1.5 سنة، مشروع لهم الآن في دبي متأخر 2 سنين. شركة ثانية على مستوى أقل تعتبر عملاقة وإنجازاتها بمئات الأبراج تأخر 3 سنوات وما زال مكمل. إذا هذول العمالقة يتأخرون 1.5 سنة و2 و3 سنوات، أنا لو بتأخر المفروض أتأخر 10 سنوات. فتجي تقولي موعدك ما صار، ما جاء، باقي له 7 شهور، تقول أنتم لحد الحين ما بنيتوا. بعد أعطيك معلومة ثانية، في المشاريع اللي تحت الإنشائية إذا وقعت مع المطور العقاري عقد له حق تمديد إلى 1 سنة، وإن انتهى مدته يعني له حق يمدد لين 1 سنة، وكل واحد حسب عقده وحسب البنود اللي كاتبها. خلصنا. أسأل الله يوفقكم. اللي قلت لكم افتحوا جيوبكم، اللي بيحط فيه الدبل خلال أقل من 1 سنة، ممكن أيام وممكن أشهر حسب المعارض، يشتري الشقق في غدير النخيل في المرحلة الأولى 16,000 دينار 30,000 دينار. ترى هذه سعرها ب45 وهذه سعرها ب30. إن بعنا خذها وتدفع أقساط أيام بسيطة، أشهر بسيطة، وتبيع بالدبل. أسرع ربح ممكن تحصل عليه في كل العالم، لأن المشروع مدعوم الآن بشكل كبير في التسويق. خلصنا. نبذة بسيطة ونطلع الشمال.